السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هنطبخ مع بعض النهاردة السبانخ. انا طبختها كذا مرة السنة دي بس مصورتهاش، حبيت اصورها معاكم النهاردة. اول حاجة هنعملها هنخرط البصلاية دي. خلطها صغير كده يا حبايبي. انا غسلت السبانخ، كنت جايباها امبارح من السوق، غسلتها ونشفتها وكنت حطاها في التلاجة من تحت كده. هنخرطها دلوقتي سوا. ومعايا حلة على النار اهيت بسوي فيها حتة لحمة كده. انا عملتها كذا مرة السنة دي بس من غير لحمة، فابو اسيل عايز ياكلها بلحمة، فانا عندي حلة ضغط ولحت على اللحمة تستوي هي علشان اخلص بسرعة، عشان ورايا درس هروح باسيل الدرس، عندها درسين ورا بعض النهاردة. وغسلت الرز، يعني اليوم اللي ورانا درس بنقوم كده من بدري نشوف هنتعشى ايه، عشاء او غدا نعمله قبل ما نمشي. هنروح بقى على النار يا حبايبي. ولحت اهي يا حبايبي على البصلايه اهي، وطلعت كيس صلصه معايا اهو. ما عنديش انا طماطم لينه، عندي الصلصه طلعت كيس صلصه. معانا البصلايه اهي زي ما انتم شايفين يا حبايبي، والحله هي فيها اللحمه بتستوي، هتبقى 3/4 سوا بقى وتكمل سواها في السبانخ ما بتاخدش سوا عامه يعني، هي اللي احنا بنحبها مستويه جامد يعني، عشان ابو اسيل بيحبها ناعمه شويه. سبانخ يا حبايبي. مقطعهاش عريضه يا حبايبي، والورق بتاعها نرجع نقطعه كده طوال وبعدين عرضي كده، علشان ما يبقاش فيها حتت طويله تعكسنا واحنا بناكل. خلاص البصله دخلت في التحمير، هنحط لها بقى الصلصه. حطيت الطماطم يا حبايبي على البصله، هنقطع العنق دي، ما بنعملهاش لان ممكن يكون فيها رمل ولا حاجه ما طلعش في الغسيل، فده هنقطعه مش هنعمله، هنحطه على جنب كده. انا بحب السبانخ يا حبايبي، خضروات الشتاء كلها بحبها، والقلقاس بحبه برضو. والبسلة
هنخلص بقى الكميه يا حبايبي ونشوف مع بعض. خلصتها يا حبايبي اهي زي الفل اهي. ومعانا الصلصه يا حبايبي تسبيكه اهي. ماشي، هنحط عليها بقى السبانخ، ومش هنحط عليها ميه ولا حاجه عشان احنا هنفضي عليها الشوربه باللحمه. هسيبها لما تستوي خالص ويبقى شويه شوربه صغيرين كده، ونحطها بقى ونسويها كلها مع بعض. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اللحمه استوت اهي، استوت اهي. هنفضها بقى على السبانخ نشوف مع بعض. اهي يا حبايبي حطيتها اهي، حطيتها معانا اهي. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده، وانا عامله برضو غسله رز اهو يا حبايبي. هنتبلها بقى، انا كنت حاطه لها شويه فلفل اسود وملح، برضو هنزود لها شويه كده، ناخد بالنا عشان ما تبقاش حادقه. هنسويها بقى يا حبايبي، ولا هنعمل لها الطشه كزبره وتوم. تسبك بقى يا حبايبي كده، وهنشوف مع بعض واحنا بنحط الطشه كده ان شاء الله. هحط الكزبره يا حبايبي. الكزبره انا غسلتها ونشفتها وقطعتها صغير وحطيتها ببرطمان كده، وتتحط في التلاجة من تحت، بتفضل خضرة كده ومزهزهة كده وحلو. واحدة قالت لي على الطريقة دي وانا جربتها معاكم اهو. دي بقالها يومين عندي، عاملاها بقالها يومين. ناخد شوية كزبرة كده وتوم اهو اللي انا مفرزاه، معلقة صغيرة توم. نعمل حساب ان التوم عليه ملح برضه يا حبيبي عشان انا مفرزاه، عامله بملح وزيت. ماشي، عشان الاكل ما يبقاش حادق مننا. ودي بطاطس انا مجهزاها يا حبيبي عشان ساعه ما اجي من الدرس اخرطها على طول واحمرها، عشان ابني ما بياكلش السبانخ، واسيل برضه يعني تاكل حته اللحمه كده وبرز كده وعملت لها بطاطس اهي. هنعمله بقى الدقه دي وهنشوفها مع بعض. يا حبايبي نحمصها كده لما يتغير لونها كده. انا ما بحبش يا حبايبي احمصها خالص كده وبعدين ادقها، بتبقى حامية على الصدر شويه، واحنا تعبانين ما احنا السلام يعني. بدها بس تتبيله كده، اطلع ريحه التوم وادبل الكزبره كده، وبعدين بقى نحطها على السبانخ معانا اهي بتغلي يا حبايبي. دبلت معانا يا حبايبي، هنحطها بقى على السبانخ. حطيتها يا حبايبي اهي.
غلوه كده يا حبايبي وهطفي عليها، تاخد من التوم والكزبره كده ونطفي عليها. استوت يا حبايبي، انا طفيت عليها، هنغرفها بقى. انا بموت في السبانخ دي يا حبايبي، وكمان اللحمه مدياها طعم جميل. وبكده يبقى فيديو النهارده خلص يا حبايبي. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.